بعد أسبوعين من جريمة الاستهداف الصاروخي لمطار عدن، أعلنت الحكومة رسميا أن ميليشيا الحوثي من يقف وراء هذا الهجوم الدموي، والذي أسفر عن استشهاد 27 مدنيا وجرح أكثر من 100 آخرين. رئيس الوزراء وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن بعد الاستهداف كان قد قال إن المؤشرات تدل على مسؤولية ميليشيا الحوثي عن الجريمة. وعزز هذا الاتهام المعطيات التي كانت تتكشف مع اللحظات الأولى للاستهداف، خصوصا مقاطع الفيديو التي التقطها مواطنون في مناطق سيطرة الميليشيا وثقوا فيها انطلاق صواريخ الحوثيين باتجاه عدن بالتزامن مع الاستهداف الإرهابي. الحكومة كانت قد أعلنت حينها عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من يقف وراء الاستهداف الإرهابي، وتأكد لها أخيرا مسؤولية الحوثيين وفقا لأدلة مادية طوبقت مع حوادث استهداف صاروخي سابقة. وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان قال إن الصواريخ التي ضربت المطار هي نفسها التي استهدفت رئاسة الأركان بمأرب وأطلقت من مسافة 100 كيلومتر. واتهم خبراء إيرانيين ولبنانيين بالمسؤولية عن إدارة وتطوير منظومة الصواريخ البالستية التي يستخدمها الحوثيون في اعتداءاتهم. إزاء هذا الإعلان الرسمي يتساءل مراقبون عما يجب أن يترتب على المستوى السياسي والقانوني، خصوصا وأنه جاء بعد يومين من التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، فضلا عن سوابق كثيرة تؤكد دموية الميليشيا الانقلابية.